ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى فكرت اعمل معاكم السمك البلطي المقلي بطريقه سهله خالص، وازاي ما يشربش معاكي الزيت، وازاي كمان يطلع معاكي مقرمش من بره زي ما انت شايفه كده، وكمان هيطلع معاكي طري ومستوي من جوه، وكمان متشرب حلو جدا من التتبيله. شايفين السمكيه مقرمشه جدا وكمان مستويه من جوه. انا جبت هنا 2 كيلو سمك بلطي وغسلته كويس جدا، وبعد ما غسلته جبت كده 3 ليمونات ودعكت بيهم السمك عشان تبقى السمكية ما فيهاش اي ريحة مش مستحبة، وحطيتها في المصفى لغاية ما صفت المية كلها ونشف معايا السمك تمام كده. بعد كده بعد ما السمك صفى خالص المية بتاعته، بجيب بقى سكينة حادة واعمل ايه فتحات بالعرض زي ما انتوا شايفين، وبعمل كمان فتحات بالطول. بتبقى السمكية شكلها حلو من الفتحات دي، وكمان بتبقى متشربة كويس جدا من التتبيلة. عاوزة افتح لكم السمكة من جوه، انا ما وصلتش بالسكينة لغاية الاخر، شايفين؟ يعني ما توصليش السكينة لغاية الاخر عشان ما تفتحش معاكي للاخر. تعملي بقى فيها فتحات بالعرض وفتحات بالطول، بتخلي السمكية شكلها حلو جدا لما تيجي تقليها، وكمان بتكون اللحم بتاع السمك متشرب كله من التتبيلة اللي احنا هنعملها النهاردة. بجد بجد الطريقة سهلة خالص، يعني تحفة ما فيهاش أي صعوبة خالص. أنا هنا عملت كل الإيه كمية زي ما انتوا شايفين، عملت فيها فتحات زي ما انتوا شايفين كل كمية السمك، وزي ما قلت لكم الاتنين كيلو جم إيه 5 سمكات من الحجم ده. تعالوا بقى نجهز التتبيله بتاعتنا. هتجيب الكبه بقى، هتجيب الشفشه اللي موجود عندك. جبت حزمه كزبره خضراء فريش وخدت الايه الورق بتاعها، ما خدتش العيدان، وغسلتها كويس جدا وسبتها تصفي من الميه، وبعد كده حطيتها في الكبه. وجبت 2 حبايه من الفلفل الاحمر الحلو مش الحامي، بتقطعيه عشوائي كده، لان في النهايه كلهم هيتفرموا مع بعض. يعني دول 2 حبايه من الفلفل الايه العادي مش الحامي. وحطيت معلقه صغيره من هريسه الشطه، ومعلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره مليانه من الكمون، ومعلقه كبيره هرميه من الملح، و10 حبات من الثوم. وعندنا ايه كمان، عندنا 3 ليمونات كده كبار، هنبتدي نعصرهم على الايه على المكونات بتاعتنا دي. عاوزه اقول لكم انا هنا حطيت معلقه صغيره من هريسه الشطه، انت ممكن تستغني عنها، بس الصراحه يعني ما بتبقاش السمكيه مشطشطه، بس بتبقى فيها لدعه شطه كده، فبتخلي اللحم بتاع السمك طعمه حلو. انت بقى ممكن تكتري الشطه تقلليها حسب ما انت عايزه. بعد ما بنعصر ال3 ليمونات دول مش بنرميهم، احنا عاوزين القشر بتاعهم، وهقول لكم عاوزين القشر ليه. فرمنا التتبيله زي ما انت شايفه، ولون التتبيله حلوه جدا. هنجيب بقى السمك بتاعنا ونبتدي ايه نغلف السمكيه كويس جدا من التتبيله، نحط طبعا في بطن السمكيه من جوه، ونحط في الفتحات ونغلفها كويس من التتبيله. ممكن ناس تركز معايا وتقول لك ده مش لابسه جلافز، ده بتاخد التتبيله بايديها، ده مش عارف ايه. عادي مفيش اي مشكله، انا هنا بعمل الاكل البيتي فمش محتاجه ان انا البس جلافز، بس اللي عاوز يلبس يلبس، واللي مش عاوز عادي مفيش اي مشكله، لان انا متاكده من نظافه ايدي. فما تركزوش في ايه في ايدي، وركزوا في طريقه السمك هتعجبكم جدا. اهم حاجه ان التتبيله تحطيها كويس جدا في بطن السمك زي ما انت شايفه كده، وتحطي في الفتحات وتغرقيها من التتبيله. انا بعد ما بتبل السمكية بالتتبيلة اللي انا عملتها دي، بسيبها لمدة قد ايه، بسيبها لمدة ساعة في التلاجة. ليه بقى؟ بحس ان السمكية اتشربت كويس جدا من التتبيلة. وممكن كمان تاخدي من التتبيلة ديت معلقتين تعملي بيهم سمك الصيادية، تعملي بيهم سلطة خضراء، تعملي بيها بطاطس مخللة. انا كمان عاملة رز الصيادية في القناة، بس ما رضيتش اعمله لكم في الفيديو دوت عشان الفيديو دوت ما يبقاش طويل عليكم، بس هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تمام كده. بس اهم حاجه ان انت تاخدي من التتبيله دي تعملي منها سلطه خضراء، تعملي بطاطس مخلله، تعملي منها رز صياديه، بتبقى طعمها حلو جدا. التتبيله دي الصراحه تحفه. واهم حاجه ان انت تسيبيه ساعه. بصوا بقى بعد ما سيبناه ساعه، الصراحه يعني اتشرب كويس من التتبيله. طب ممكن حد يقول لي طب انا ما عنديش وقت بعد ما تبلت ان انا اسيبه ساعه. عادي مفيش اي مشكله، هيطلع برده معاكي متشرب من التتبيله، بس لو انت عاوزه تاخدي حاجه طعمها احلى تسيبيه ساعه. عندي كوبايه من الدقيق، حطيت عليه معلقه كبيره هرميه من الملح، ومعلقه صغيره من الكمون، وهحط ربع معلقه صغيره من بودره الزعفران، وهحط 3 معالق كبار من النشا. والبطل بتاعنا النهارده النشا، عشان النشا ده هو اللي هيخلي السمكيه بتاعتك تبقى مقرمشه وما يشربش الزيت خالص. كل كوبايه من الدقيق بتاخد 3 معالق كبار من النشا، وبتاخد معلقه كبيره هرميه من الملح، وبتاخد معلقه صغيره مليانه من الكمون، وربع معلقه صغيره من بودره الزعفران عشان تديك اللون الايه الذهبي.
حطيت طبعا كل الدقيق دوت في شنطة كده عشان ما ببوظش يعني الرخامة، فقلت السمكية تتغلف أحسن لما يكون في شنطة كده. أي كيس من أكياس التلاجة، أي شنطة فاضية عندك تحطي فيه اللي هي كوباية الدقيق، وبتبقى سهلة جدا، بتحسي إن السمكية اتغلفت كويس وانت بتعملي كده، وما بتبوظيش الدنيا حواليك يعني، ما بيبقاش فيه دقيق على الرخامة ولا أي حاجة. الدقيق يا حبايبي اللي انتوا بتقولوا عليه في الدول العربية زي المغرب والجزائر الطحين، دي كوباية طحين، يعني كوباية دقيق، وبتغلفيها كويس زي ما انت شايفة كده، لازم تغلفيها من الدقيق كويس. وخلينا نتفق كل كوباية دقيق بتاخد 3 معالق كبار من النشا. جبت الطاسة حطيت فيها الزيت، وأول ما الزيت سخن، مش لدرجة الغليان، سخن، نزلنا بالسمكية بتاعتنا وقشر الليمون اللي قلت لكم انا محدش يرميه، شيلوه. هنحط قشرتين ليمون في الزيت زي ما انتوا شايفين. ليه بقى بحط قشر الليمون في الزيت؟ عشان يمتص ريحة القلي وما يبقاش الشقة فيها ريحة قلي سمك، تمام كده. وأول ما بتتحرق بشيلها وبحط غيرها، أول ما ما بيتحرق قشر الليمون ده بشيله وأحط غيره. وليه بقول لكم الزيت ما يبقاش لدرجة الغليان؟ عشان السمكية ما تلونش معاكي بسرعة وتكون نية من جوه. فانت اول ما السمكية قصدي اول ما الزيت يسخن، حطي السمك بتاعك، وما تقعديش تقلبي في السمك شمال ويمين عشان ما يكسرش معاكي يعني. اول ما تنشف من تحت وتاخد اللون الذهبي وتنشف معاكي من تحت وتحمر من تحت، تقلبيها على الوش التاني. لازم كمان درجة الحرارة بتاعت البوتاجاز تبقى على درجة حرارة متوسطة، ما تبقاش على درجة حرارة عالية عشان ما تتحرقش منك السمك. شايفين السمكة ناشفة ومقرمشة في منتهى الجمال. هجيب مصفى بقى واشيل قشر الليمون دوت، ولو في حاجة واقعة من التتبيلة اشيلها، واحط قشر ليمون جديد تاني، وابتدي بقى احط السمكية. طريقة سهلة خالص، ما فيهاش أي تعب خالص، بجد بجد يعني ما فيش يعني أسهل من كده. وكمان التتبيلة اللي احنا عملناها حلوة جدا، وكمان النشا اللي احنا حطيناه خلى السمك معانا مقرمش زي ما انت شايفة. شايفين السمكة باينة ان هي مقرمشة واقفة كده، مش يعني لها شخصية كده، مش طرية. شايفين السمكية كمان بعد ما اتقلت، الفتحات اللي احنا عملناها فيها تحفة. انا عملت بقى جنبيها رز صيادية وبطاطس مخللة، وكمان عملت جنبيها سلطة خضراء، وبألف هنا. لو انتوا عاوزين طريقة البطاطس المخللة اكتبولي في التعليقات وانا برضو اعملها لكم على القناة. بجد بجد الطريقة سهلة خالص، شكل السمكة حلو جدا بسبب ان الفتحات اللي احنا عملناها دي. ده كمان اللون افتح من كده بس عشان بصور من كاميرا التليفون، مش باين لون السمك. ورز الصيادية زي ما انتوا شايفين طالع مفلفل وفي منتهى الجمال ولونه حلو جدا. يلا جربوا السمك وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وبألف هنا مقدمة.